بعد ما صال وجال في وسائل التواصل الاجتماعي لسنين كيروج المحتوى مخل بالحياء وكيحرض على الفساد، أمر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف طنجة نهار الأحد بإيداع تيك توكر الملقب مولينيكس في سجن طنجة 2 حيث كيتابع في حالة اعتقال. وتم توقيف هاد التيك توكر المعروف في مدينة مراكش قبل ما ينقلوه لمدينة طنجة ويحيلوه على الوكيل العام ديال الملك اللي حالوا بدوروا على قاضي التحقيق وأمر بفتح التحقيق معاه في تهم متعلقة بتحريض القاصرين على ممارسة البغاء والإخلال بالحياء العام. وكيواجه مولينيكس حسب مصادر هيسبريس تهم ثقيلة كتتعلق بالاتجار في البشر عن طريق الاستغلال الجنسي لدعارة الغير واستعمال المواد الإباحية في حق قاصرة مازال ما وصلتش ل 18 عام، وهذا الشيء في إطار عابر للحدود. كما توجه له اتهامات أخرى متعلقة بنشر وتوزيع مواد إباحية خاصة بقاصرة تحت 18 عام والإخلال العلني بالحياء والشذوذ الجنسي ونشر وبث ادعاءات بنية المس بالحياة الخاصة ثم السب والقذف العلني. ودخلوا جمعيات وشخصيات على خط هذه القضية ديال توقيف هذا التيك توكر المثير للجدل من بعد ما قدموا شكايات ضده قدام المحكمة، وهذا الشيء متوقع يزيد يعقد الموقف ديالو قدام القضاء.